جبهة التحرير الجزائرية. الآن نوجه نفس النداء للرئيس إدريس ديبي، وللأسف الشديد أن هذا النظام يستعين بات ثابت بما لا يدع مجال للشك أنه هناك زيارة لإسرائيل قام بها السيد سيف الإسلام وجلب خبراء إسرائيليين لضرب أبناء شعبه. في موضوع المرتزقة سيد محمد العلاقي، أغلب الأنظمة التي يأتي منها المرتزقة تنكر أن انتدابهم أو توظيفهم يتم بشكل رسمي، يعني بعلم أو بطلب رسمي من تلك الأنظمة، وبالتالي قد لا يوجد شيء ملموس يعني يلزم ويورط تلك الأنظمة. ستثبت الوقائع والتحقيقات أن هناك طائرات تأتي من تشاد وسيارات دفع رباعي، وستثبت الوقائع بكل تأكيد الطائرات الجزائرية التي نزلت في مطار عقبة، وهناك شهود عيان على أنهم رأوها مجردة أمام أعينهم. هذه الشهادات ثابتة وستجمع ملفاتها وستقدم إلى القضاء الدولي. إلى أي مدى ترى أن موقف الاتحاد الإفريقي الممانع في توجيه ضربة عسكرية أو تدخل عسكري من أي نوع كان في ليبيا يعرقل القيام والتسريع بهذه الخطوة؟ نعلم جميعا علاقة نظام العقيد القذافي بدول إفريقيا بشكل عام. طبعا دول إفريقية تلاقي دعم كبير من النظام، وبالتالي بعض رؤسائها بالتأكيد حيعترضون على هذه الإجراءات التي ربما يتخذها المجتمع الدولي. هذا ليس مستغرب بالنسبة لنا في ليبيا. هم يستفيدون من الدعم الليبي، من ثرواتنا الموزعة بين كافة الدول، بين أفريقيا، بين حركات تحرر. نحن هذا النظام، إذا كانت السياسة مصالح أستاذ علاقي، يفترض أنه الأفارقة يستفيدون، وما بقي من نظام العقيد القذافي أيضا يتوقع أن يستفيد في مقابل ما قدمه. لا أعتقد أنهم يفكرون بهذه الأفكار. لا أريد أن أتطاول على الرؤساء الأفارقة، أنا سأحترم كل الرؤساء الأفارقة. هل يمكن التعميم؟ بالقطع لا يمكن التعميم في مثل هكذا أمور، ولكن من الثابت أن بعض الدول تورطت في جلب أو إرسال مرتزقة. في بنغازي وفي مصراتة هناك أناس يصوروهم موجودين من هذه الدول، فهذه بحد ذاتها وقائع. الدولة مسؤولة عن رعاياها، الدولة تكون مسؤولة عما يفعله رعاياها، خاصة إذا كانوا من العساكر المحترفين في بلدانهم. فوق أنهم مرتزقة، هناك مرتزقة وهناك جيوش محترفة يتم تنظيمها بمعرفة إسرائيل وإرسالها. الناشط الليبي الحقوقي محمد العلاقي، شكرا جزيلا لك على الحضور معنا. وبينما تطغى